واوضح علامه ارهاق مستمر ما بيروحش حتى بعد ما ترتاح او تنام كويس. ده الفرق الجوهري عن التعب العادي. التعب العادي بيروح بالراحه، اما ارهاق الاحتراق فالراحه ما بتديش نفس المفعول وبتفضل حاسس ان بطاريتك فاضيه. تاني علامه انفصال عاطفي، تبدا تحس بلا مبالاه ومفيش احساس تجاه الناس، ومواقف كانت بتهمك جدا وممكن ياثر نفسك وتتعصب بسرعه على اللي حواليك. تالت علامه حاجات كانت بتفرحك وتديك معنى بقت تحس انها تقيله او ملهاش قيمه، وصعوبه في التركيز واحساس ان مجهودك مش بيفرق ومش متقدر. ومعاهم اعراض جسديه، صداع، اوجاع، مشاكل في المعده والنوم. الحاجات دي ما بتجيش مره واحده، بتيجي على مراحل. الاحتراق مش بيحصل في يوم، ده عمليه بتزحف عليك بالتدريج، وعشان كده خطير. لو فهمت المراحل تقدر تقفش نفسك بدري. بيبدا بمرحله شهر العسل، انت متحمس وقادر وبتدفع نفسك والضغط لسه محتمل، وممكن تفتخر انك مشغول وبتنتج كتير حتى لو تعبان، التعب لسه مش بيقلقك. بعدها بيجي بدايه التوتر، الضغط بيزيد وتبدا تلاحظ ارهاق متقطع وصعوبه تركيز، بس بتعدي وبتكمل. بعدها التوتر المزمن، الضغط المستمر بيبدا بياخد منك من مزاجك وطاقتك ونومك، والراحه ما بقتش بتريح زي الاول. وبعدها توصل لمرحله الاحتراق الكامل. الارهاق الجسدي والعاطفي بيبقى واضح وقوي، الدافع بينهار، وابسط الحاجات اليوميه بتحس انها مستحيله. المعنى المهم، كل ما اكتشفت نفسك في مرحله بدري كل ما التعافي كان اسهل واسرع. عشان كده اللي جاي مهم. الخبر الكويس ان الاحتراق ليه حل، والحل بيبدا بخطوه بسيطه بس صعبه على ناس كتير. اول حاجه واهم حاجه تعترف بيه من غير لوم. مجرد انك تعترف ان ده احتراق مش كسل، وانه استجابه طبيعيه لضغط طويل مش فشل شخصي، ده بيشيل عنك جزء كبير من جلد الذات اللي بيعمق الارهاق نفسه. تاني حاجه الراحه من غير ذنب. خصص وقت راحه حقيقي، مش بس راحه جسديه، لكن انك تبعد عن الحاجات اللي بتستنزف طاقتك، وقيمتك مش متحدده بانتاجيتك، فمش محتاج تثبت لحد عشان تستاهل ترتاح. تالت حاجه الحدود. الاحتراق بيكبر لما يبقى مفيش فاصل بين الشغل او اللي بيوصلك لكده وحياتك. حط حدود واضحه، مواعيد تقفل فيها الشغل، وقت لنفسك ولاهلك. الحدود مش انانيه، دي ضروره. وفي وضع الضغط الشديد ركز على اهم 3 مهام في يومك بس، وسيب الباقي يتاخر. ده مش كسل، ده انت كده بترتب اولوياتك. ورابع واهم حاجه، لو الاعراض الشديده ومستمره ومأثره على حياتك بعمق، اطلب مساعده متخصص. الاحتراق ممكن يتداخل مع حالات تانية زي الاكتئاب، والمتخصص بيعرف يفرق ويوجهك صح. طلب المساعده هنا قوه مش ضعف. لو الكلام ده وصفك او وصف حد بتحبه بيشتغل لحد ما استهلك، ابعتهوله، يمكن يفهم ان اللي بيحصل له مش ضعف، دي اشاره محتاج ياخد باله منها بجديه. وقول لي في الكومنتات انت في انهي مرحله من اللي اتكلمنا عنها. Stay safe.